والآخر بالمعطيات والأرقام والإنجازات والتضحيات، ولا يتسع الوقت والمقام لاستعراضها كليا، بينما يمكن إبراز جوهري منها لتقريب معالم الجهود المبذولة بهذه المناسبة وفق التقريب التالي. إن الفترة الزمنية الفاصلة بين ذكرى التأسيس 2022 و 2023 عرفت على امتدادها عدة محطات تفاعلت معها ولاية الأمن بحرص ومسؤولية وتجلد، حيث واكبت بحماس كبير انطلاق الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي والنشاط السياحي بعد زوال الأزمة الوبائية بعفو الله وطيب لطفه، وانكبت على تعزيز هياكلها الأمنية الميدانية، حيث تم تثبيت ترتيبات نظامية وأمنية خاصة بمحيط المطار الدولي مراكش لتكريس تقنيات التعامل مع أمن الشارع العام وتوثيق الإجراءات وتعزيز الدليل القانوني وحماية كذلك للموظف والمرتفق على حد سواء. كما واصلت ولاية الأمن بتقدير من القيادة المديرية تعزيز التوجه الهادف إلى تأهيل المرفق الأمني المكلف بالعنف ضد النساء وتوفير الأمن والحماية للمرأة المعنفة، وأجرأت المساطير اللازمة لقضاياها وفق مقتضى من تكوين خاص بمادة الإسعافات الأولية على يد خبراء بالقيادة الجهوية للوقاية المدنية مشكورين قيادة وأطرا على هذا الدعم. كما تم تطوير المنظومات الضوابط المصدرية إلى فضاء عمل مشترك يكرس العمل لتحقيق العدالة الجنائية في كافة أبعادها. فيما يخص السلامة الطرقية ذلك هناك إنجازات وإحصائيات يمكن ذكر بعضها. عدد النقط المؤمنة يوميا على مستوى مدينة مراكش 69 نقطة مؤمنة. عدد العربات والدراجات التي تمت مراقبتها 407,325 عربة. اسمح لنا باش نرجع يلا ساعة ثلاثة ديالك وقف راسك ما تحركش كاين القانون وقف راسك ما تحركش كاين القانون قف تفضل ديك الشروي تسمع قتل الشرطة اضبط اضبط التي دوس الشاف الشريف اجي نخليو السياره باش تدوز رجعوا اللور شويه التي العمل يعطيكم الصحه. رجع شويه اللور الارض باش تخلي السياره منين أسمائك الحسنى العظام وصفاتك العلى الكرام أن تنصر مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين جلالة الملك سيدنا محمد السادس. اللهم انصره ولا تنصر عليه، اللهم كن له وبه وعلى يديه، اللهم أيده بجندك الذي لا يغلب وبعزتك التي